بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا صباح الورد وصباح الياسمين. فيديو ايه النهارده يا مارو؟ فيديو ده بتاع الكنب البلدي اللي كنت منجداه معاكم. استنى كده هتشوفوا منظر الصلاه بقى عامل ازاي. الاول خدتها لون حلو كده عشان كان لونها غامق، كان لونها رصاصي غامق، فاديتها اللون اللي هو الافوايد ده. بصوا عايزه كده لايكات كتير، عايزاكم كده الفيديو ده بصوا، يعني عايزه اكبر لايكات اكبر كومنتات عشان عايزين عائلتنا تكبر كمان وكمان. ربنا يسعد قلوبكم يا رب، اللهم امين. مسكت بيضت الصلاة، جبت اللون الابيض. هي جبت بستلة على بعضها، البستلة ده تبقى نصها، يعني البستلة ده ممكن تعمل شقة كبيرة، جايباها ب160 تمام. وجبت لون تاني ب6 جنيه، اللون الاصفر ده عشان نطلع اللون الافويت، يعني ابيض وحبة صغيرين كده خالص، حبة نونو من اللون الاصفر ده عشان يديني اللون اللي هو الفاتح اللي انتوا شايفينه، اللي هو الايه، اللي هو الافويت ده او اللون البيج. تمام كده. الصلاة زي ما انتم شايفين كانت فاضية خالص، مسكتها بقى عملت براحتي، استغليت ان الكنب ما كانش هنا. عايزة نقول لكم مبسوطة وفيديو مفرحني، فيديو كده يعني. عايزة بصوا ماليش دعوة، انا عايزة لايكات كتير. الفيديو ده تعبت فيه وعايزة لايكات كتير. بجد فرحانة خالص. النتيجة كده مبهرة. بس الاول بقى ايه، نزلت كده بالصالة بصوا يعني خليتها كده حاجة تانية خالص، هتشوفوها دلوقتي بإذن الله تعجبكم. سيكت طبعا السيراميك مطرح البوية. هي ما بتلزقش في الارض عشان هو ده مش بلاستيك، هو ده يعتبر زي الجير بس احسن شوية. تمام. عملت اللون اللي هو الفتح ده، ادى انتعاش للصالة، ادى لون كده. الالوانات الفواتح على فكرة بتخلي منظر الصالة او منظر اوضة او مطبخ، بتخليه كده بتديك اضاءة حلوة. لكن لو غوامق بتغمق معاك المكان. سيكت بقى الصالة، هي خليتها اما نشفت. بصوا اللون عمل ازاي، انا كان لون غامق جدا. بصوا تحسوا كده نورت الصالة، والصالة عندي اصلا واسعة، فالحمد لله رب العالمين. تعالوا بقى يلا 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 يلا. ايه ده، ايه ده الكنب البلدي ده؟ انا عايزه بصوا رايكم في الكومنتات، انا مستنيه كومنتاتكم الحلوه دي وتقولوا لي ايه رايكم. ايه رايكم ده كده ولا الاول؟ بصوا بقى هو كان الاول عامل ازاي، تحسوا كان لونه غامق. اديكوا شايفينه، بصوا الصوره عامله ازاي ودلوقتي عامل ازاي. ده كنب بلدي لكل اخت عندك كنب بلدي، الكنب بتاع ستي وستك زمان ده لو حابه تجدديه فعلا. هو بيركب له خشب من الجناب وبعد كده بيظبطه. هو اتكلف كام، تكلفته بسيطه جدا، ما خدش اي حاجه خالص، تعتبر الجماش ويعتبر شغل ايديه، هو كله كلف 2000 مني. تمام. كله على بعضه كده بالجماش كله كده اتكلف 2000. تمام كده. بجد مبسوطة من النتيجة، حاساها زي ما اكون ركنة، يعني عارفين انتوا لو ركنة هتتكلف معاكي، فالحمد لله الحمد لله ربنا يجيبه. فده كنب بلدي للاخواتي برضو تاني، ده كنب بلدي. ركبت الستارة الحلوة الجميلة دي. دي كنت جايباها في الأوضة اللي جوه، بس ركبت كان عندي واحدة تانية حطيتها في الأوضة وطلعت دي في الصالة. ايه رأيكم بقى؟ بجد جوزي بيقول لي انت عملت كل ده امتى؟ بجد هو كان مفكرني ايه، عارفين انتوا اللي هو ايه، انا حاطه قماش كده وخلاص. ما قلتلوش ان هو هيتنجد، عشان قلت هنخليها له مفاجاه. انت عملت كل ده امتى؟ قلت له يعني ايه عملت كل ده امتى؟ خلاص هو الحمد لله، هو الراجل حيرنا عليه شويه عقبال ما، عشان عنده ناس كتير طبعا. ربنا يوسعها على كل انسان يا رب، اللهم امين. بس في الاخر النتيجة بسطتني وفرحتني. عارفين انتوا كده حاجة جديدة، تحسك انت رجعت عروسة تاني. يقول لي يا عفريت انت عملت كل ده امتى؟ قلت له فتح عينيك وغمض عينيك بقى هتلاقي حاجة تانية. بجد والله انا فرحانة خالص. فرحانة ان ده حاجة نظافة ليا ولعيالي. حاجة تجديد، تحس كده ان انت رجعت عروسة تاني. ما هو التجديد برضو مطلوب والله، حتى لو بحاجة بسيطة، مش لازم تنجدي ولا تعملي اي حاجة. بس عارفة انت لو نجلت من كرسي غيرت ستارة غيرت حاجة عندك، تحس كده ان انت قاعدة في حاجة تانية غير اللي كانت الاول خالص. وبتفرق في النفسية، وبتفرق برضو ان انت بتحس ان في حاجة جديدة. زي ما اكون رجعت عروسة تاني حقيقي. الحاجات دي بتفرق فعلا. فكل مدى مثلا ما تسواجي ولا حاجة يحوش لك حاجة على جنب. هاتلك مرة ستارة، هاتلك مرة مثلا حفظ السجادة، هاتلك مثلا مرة شوفي انت عايزة تنجدي حاجة زي كده. ممكن تخش في جمعية صغيرة كده في حدود مثلا 2000 ولا حاجة، يومك ب5 جنيه ب10 جنيه. يعني انت تشغلي دماغك وهتلاقي اللي انت عايزاه. هيتدبر معاكي بإذن الله ربنا.
استعيني بالله كده وبصي يعني خلي دماغك شغالة في الحاجة الإيجابية دايما. ايه رأيكم بقى؟ مستنيه الكومنتات بتاعتكم فارغ الصبر، قولولي ايه رأيكم بعد التعب ده كله، ايه رأيكم؟ بجد مبسوطة خالص، ونتمنى الألوان تعجبكم. ده كده دي كده كنبة تمام. والتاني ودي كده هو مش عارفة عملها لي ازاي، كانت كراسي وكان رجلها طويلة، قصاها كده وعملها لي زي ما انتوا شايفينه. حاسه كده الالوان متناسقه، فمش عارفه انتوا برضو قولوا لي يعني الالوان كده متناسقه مع بعضها. ودي الستاره، جنب التاني برضو حاطه فيه اللي هي كنبه وكرسي، وحافظه السجاده ديت. حاولت نجيب اللون على دي عامله 400 جنيه، حاولت نجيب اللون على قد ما نقدر تكون شبهها. وادي كده الستاره اهيت، وادي الصاله كلها، وكانت جبل وكانت بعد، انتوا عارفين وعارفين شقته كلها عامله ازاي، وعارفين الواناتها كانت عامله ازاي. حاساها كده زي ما تكون ركنه. فقولوا لي بقى يعني نخليهم مثلا الاتنين اللبن دول جنب بعض والكرسيين جنب بعض، بس هيبقوا التشابه جامد. حاولت على قد ما نقدر نجيب الحاجه اللي هي لايقه على بعضها. ودي حافظه السجاده. كان عندنا اصلا سجاده ديت اللي هي فيها البنك اللي كانت ماشيه مع الكنب في الاول، فحطيت دي فوقيها يعني عشان تدفي الصاله، عشان زي ما انتوا شايفين الصاله واسعه، فقلت تدفي الصاله شويه وفي نفس الوقت يعني ايه ما تتزحلكش الحافظه لوحدها، ما تتزحلكش. عايزه بقى لايكاتكم، عايزه اكبر عدد من اللايكات، اكبر عدد من الكومنتات في الفيديو ده. عايزانا عيلتنا تكبر يا جماعه، عايزين كده انتعاش كده للقناه. يا رب يسعد قلوبكم وينولكم كل اللي تتمنوه يا رب في حياتكم، اللهم امين يا رب. عمر بيكم في بيوتكم وفي حياتكم، اللهم امين يا رب. وكل عروسة كده يا رب يفرح قلبك يا رب كده ويعمر بيكي، اللهم امين يا رب العالمين. كل اخت ما اتجوزتش ربنا يعوض عليها ويكرمها بابن الحلال اللي يهنيها ويريح بالها، اي بنوته ما اتجوزتش. وهذه كده كان التلفزيون وجزمه والصاله كلها بقى. قولولي مستنيه رايكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يا رب. دخلت بقى على الاكله الحلوه دي. تعالي بقى بصي، عندك كام صدر فرخه كده تغيير. بصوا هنعملها ازاي، بجد حلوه خالص الطريقه دي، جربيها. اطفال كتاكيت صغيره كده عندك، اولادك، العيال بتزهق من كتر تكرار الاكل، العيال بتزهق، فانتي حاولي جددي بقى، اخترعي. يعني عملت ايه، طماطمتين على قرن فلفل على خضره على ملح على كمون على بهارات بتاعت فراخ، اكن طبق سلطه تمام. وهنيجي ماسكه على فكره دي مش هتنفع الا في الصدور بس عشان لحمها بيبقى كتير تمام كده. وده حطيت ملح فلفل كمون زي ما حطيت هنا، حطيت هنا معاهم ايه بس زي ده بصلاي، وحطيتها في الخلاط. ده تتبيله للصدور، لازما صدور، ما ينفعش وراك بتاعت فراخ. هنحشيها التتبيله اللي عملتكم اكن طبق سلطه بالظبط كده، اكن طبق سلطه تمام كده. ونيجي مدخلها بالعصي دي عشان ما يتفكش. بصوا روعة، والعيال عندي بتحبها خالص. شوفي بقى كتاكيتك الصغيرين، اغري العيال الصغيرة بالاكل ده اللي هي 6 سنين 7 سنين. معظم السن ده بتلاقيهم اكلتهم بتبقى تعبانة كسلانة كده. حتى لو كبار هيحبوها برضو. الطريقة دي روعة. اللي حطيته على الوش ده بشاميل ومتجلاه، يعني عايزاه كده يبقى ايه، اما نيجي نقطعها كده زي السندوتشات هتشوفوها دلوقتي عاملة ازاي. مش عايزاه يبقى خفيف، يعني البشاميل مش عايزاه خفيف عشان هيسيح عليها كده ويبقى ايه ملهاش طعم او منظر مش حلو. فانت كده بتعملها لهم ايه زي الشاورما، او لا استني بس كده في الاخر هتشوفها عامله ازاي. برضو ممكن تعملي معاها مكرونه، ممكن تعمل معاها مكرونه سباكيتي، ممكن تعمل معاها رز ابيض. فكده تغيير، بدل ما تشتري اكل جاهز من بره، بالعكس صحتهم بالدنيا، صحة العيال بالدنيا عندك. اكيد عايزه تخترعوا لهم حاجات. كل مدى كده اخترعي حاجه، كل مدى غير لهم في الفراخ مره، غير لهم مثلا في السمك مره، عشان العيال تبقى مشوجه على الاكل كده، يحبوا الاكل، ما يبقوش مثلا اللي هو العيال ضعفانه كده انيميا ومش عارفه وكذا وكذا. لا انتي خلي تنويع دايما في الاكل. شوفي انت ذاتك اما بتشوفي عينيكي بتشوف حاجه تكرارها على طول بتزهقي. هما برضو نفس الكلام للناس اللي بتشتكي وتقول اكلة اولادي ضعيفه. بصوا بقى جمال
استنى بقى تشوفوها في الاخر عامله ازاي. هنحط بقى التتبيله اللي عملتها في الخلاط ديت زي طبق السلطه، بس دي في الخلاط حطيتها على الوش كده، بس كانت زايده ايه بصلايه بس في الخلاط كله مع بعضه. وهنيجي بقى حطها ايه في فرن البوتاجاز. الاول هنحطها على البوتاجاز من فوق تتشرب بس حبه صغيرين. تمام كده اهي، بصوا عامله ازاي كده وهي نية. استنى بقى وهي طيبه لا تتاكل اكل حقيقي كده. خلاص بقى هنلاقيها اتشربت ونيجي مدخلها الفرن كده. بقى طلعتها من فرن البوتاجاز، عملت حبه رز ابيض معاها. بصوا عايزه نقول لكم الطعم روعه، تشم ريحتها من اخر الشارع، من اول الشارع واخر الشارع، بجد ريحتها حلوه. هتلاقي عيالك حبوها، تلاقي كده عندك كتاكيت صغيره كده يحبوا الحاجات دي. بدل ما تجيبي اكل من بره، ممكن معاها بطاطس، ممكن مع انت بقى وشطارتك في الاكل، انت وشطارتك. هنيجي بقى فتحها بس هي سخنه، انا عايزه امسكها لكم كده. بصوا هي طيبه على فكره، حلوه خالص. كنت منقطعها شرايح بس كنت مستعجله عايزه نوريها لكم. يعني بصي ممكن تعمليها شرايح كده، شرايح فراخ محشيه من جواها كده. بصوا عامله ازاي بجد، والله طعمها حلو خالص. وكل الخضروات اللي فيها طيبه مش نيه، ومديها كمان كده ايه طعم حلو، ومديها كده زي تتبيله حلوه. فجربيها تعجبك باذن الله لاطفالك لاولادك ليكوا انتوا كبار برضو. حلوه خالص، تنويع في الاكل. يعتبر دي صدور فراخ. بصي مقطعها شرايح بس ما لحقتش نقطع شرايح عشان كنت بصراحه خلاص جوعنا وكده، وكنت مستعجله اصلا، كنت نازله كمان يعني. والتانية هيت، ايه رأيك؟ بصي حلوة خالص، جربيها بقى لأطفالك كده هيحبوها خالص. وده كان فيديو النهاردة، يا رب الفيديو يعجبكم، ما كنتش طولت عليكم، ومستنية بقى تعليقاتكم الجميلة، مستنية لايكاتكم. ربنا يكرمكم في أولادكم يا رب، ويجعل حياتكم دايما فرحة وسعادة وهنا، اللهم آمين يا رب العالمين. بنحبكم في الله، أحلى أخوات وأغلى أخوات، وربنا يخليكم ليا يا رب، اللهم آمين يا رب. وكل أخت عايزة تقول يا مروة ادعي لي، اكتبوا لي في الكومنتات تحت الأدعية اللي انتوا عايزينها والاسم، وأنا تحت أمركم. ربنا يسعد قلوبكم ويسعد روحكم يا رب. نسيبكم فيديوهات جديدة في رعاية الله. السلام عليكم.